بالقضاء والقدر، الرضا بالقضاء والقدر هذا ركن من أركان الإيمان. الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان الستة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، تؤمن بالقدر خيره وشره. هذا الركن السادس، الإيمان بالقضاء والقدر، وهو أن تعتقد بأن الله قدر الأشياء وقضاها سبحانه وتعالى في الأزل، وكتبها في اللوح المحفوظ، وخلقها وأوجدها بمشيئته سبحانه وتعالى. فالإيمان بالقضاء والقدر يتضمن 4 مراتب. المرتبة الأولى مرتبة العلم، وهو أن الله علم الأشياء قبل وجودها. المرتبة الثانية الإيمان بأن الله كتب الأشياء في اللوح المحفوظ قبل وجودها: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. المرتبة الثالثة الإيمان بأن الله أراد وشاء هذه الحوادث: الكفر والإيمان والطاعة والمعصية والبر والفجور والخير والشر، كل ذلك الله شاءه وأراده بإرادته الكونية سبحانه وتعالى، فلا يقع في ملكه ما لا يريد، لكن أراد الخير وأراد الإيمان وأراد الشر لحكمة وللابتلاء والامتحان. فالله أراد الخير وهو يحبه ويرضاه، وأراد الشر وهو لا يحبه ولا يرضاه، لكن أراده لحكمة وابتلاء وامتحان. لو ما هنا إلا خير ما صار لأحد ميزة، لو ما هنا إلا خير ولا هنا شر ما صار لأحد ميزة، ولا صار هناك ابتلاء وامتحان، صاروا الناس كلهم أخيار. ولو ما فيه إلا شر ما صار لأحد ميزة في العمل الصالح. فهذا يعطي أن الله يبتلي عباده ليتبين الطيب من الخبيث، من المؤمن من الكافر، ابتلاء وامتحان يجري عليهم سبحانه وتعالى. لم يخلق هذه الأشياء عبثا. المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، وكل شيء يحدث فالله خالقه، ومنها أفعال العباد فإنها مخلوقة لله وهي فعل العبد، هي فعل العبد وهي مخلوقة لله جل وعلا. فالله جل وعلا يقول: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ويقول سبحانه وتعالى: وهو الخلاق العليم. الله خلقكم وما تعملون، فهي خلق الله جل وعلا، وهي فعل العباد وكسب العباد باختيارهم وإرادتهم. فيؤمن المؤمن بهذه المراتب الأربع: العلم، الكتابة، المشيئة والإرادة، الخلق والإيجاد. ثم المؤمن يرضى بالقضاء والقدر عند المصائب. المراد عند المصائب يصبر ولا يجزع ولا يسخط، يكف نفسه عن الجزع ويكف لسانه عن التشكي لغير الله، ويكف يده عن لطم الخدود وشق الجيوب. فهذا هو الرضا بالقضاء والقدر، يعني القضاء والقدر المكروه. أما المحبوب فهذا كل يرضى به، النعم كل يرضى، لكن المكروه لا بد من الرضا بذلك. تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يتم الإيمان إلا بهذا. نعم، الرضا بأقدار الله كلها، سواء ما يوافق رغبة العباد أو ما يخالف هواهم ورغبتهم. المؤمن يرضى بهذا سواء كان حلوا أو مرا، ولا يجزع ولا يسخط. نعم، هذا نص الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، كما قال لابن عباس قال: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. ما أخطأك لم يكن ليصيبك، لو حرصت عليه وتبيه تطلع له، لكن أخطأك، الله ما قدره لك، الله لم يقدره لك. وما أصابك لم يكن ليخطئك. ما تقول والله أنا اللي لو أني ما رحت كذا، أنا ما سماه أصابا كذا، ما تسلط علي كذا. هذا قضى القدر،
مقدر عليك لا بد أنه يصيبك، فترضى بذلك، تسلم لقضاء الله وقدره. نعم. الله بكل شيء عليم. الله بكل شيء عليم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى